عمرك سألت نفسك ليه في ناس مهما تمر بظروف صعبة تفضل واقفة، وليه ناس تانية أول ما تضغط تنهار؟ الحقيقة إن الفرق مش في الحياة نفسها، الفرق في نظرتك للحياة. الفيديو ده مش هيغير ظروفك، لكن لو ركزت معاه للآخر هيغير الطريقة اللي بتفهم بيها نفسك والدنيا وكل اللي بيحصل لك. قبل ما نبدأ، اشترك في القناة، لأن الفيديو ده مش تسلية، ده محتوى لو فهمته صح هيفرق معاك فعلا. أولاً، يعني إيه نظرتك للحياة؟ نظرتك للحياة هي العدسة اللي بتشوف بيها كل حاجة: نفسك، الناس، المشاكل، النجاح، الفشل. مش الحدث هو اللي بيحدد إحساسك، تفسيرك للحدث هو اللي بيحدد إحساسك. نفس الموقف، واحد يشوفه نهاية، واحد يشوفه اختبار، واحد يشوفه فرصة. الحياة واحدة، لكن التفسير مختلف. ثانياً، ليه إحنا بنتألم أكتر مما لازم؟ كتير من ألمنا مش سببه اللي حصل، لكن سببه توقعاتنا، أفكارنا، الصورة اللي رسمناها في دماغنا. إحنا بنتعب لما نتصور إن الحياة لازم تكون عادلة دايماً، أو لازم تمشي على مزاجنا، أو لازم تدينا اللي إحنا شايفينه صح. لكن الحقيقة، الحياة مش بتمشي حسب رغباتنا، وإنما حسب قوانينها. ثالثاً، تغيير النظرة مش إنكار للواقع. تغيير نظرتك للحياة مش معناه إنك تكذب على نفسك ولا تتجاهل الألم، لكن معناه تشوف الصورة كاملة، تفهم إن في حاجات خرجت عن سيطرتك، وتختار رد فعلك بوعي. أحياناً اللي باين إنه خسارة يطلع حماية، وأحياناً اللي باين إنه تأخير يطلع إعداد. رابعاً، تحمل مسؤوليتك من غير جلد ذات. في فرق كبير بين إنك تتحمل المسؤولية وإنك تلوم نفسك على كل حاجة. أنت مش مسؤول عن كل اللي حصل لك، لكن أنت مسؤول عن إزاي هتتعامل مع اللي حصل. أول خطوة للتغيير إنك تبطل تلوم وتبدأ تختار. خامساً، ليه الهدف مهم في حياتك؟ الإنسان اللي ماشي من غير هدف بيتعب أسرع، ويزهق أسرع، ويحس بالفراغ حتى لو ناجح. مش لازم هدفك يكون كبير ولا مبهر، لكن لازم يكون واضح، حقيقي، نابع منك مش من الناس. وجود هدف بيخليك تستحمل، وبيخليك تفهم ليه بتقوم كل يوم. سادساً، أفكارك مش أنت. أخطر حاجة ممكن تصدقها إن كل فكرة في دماغك حقيقة. في أفكار جاية من خوف، أو تجربة قديمة، أو كلام اتقالك زمان. تعلم تسأل نفسك: هل ده واقع ولا مجرد فكرة؟ الفصل بينك وبين أفكارك هو بداية الراحة. سابعاً، الامتنان يغير الزاوية. التركيز المستمر على اللي ناقصك يخليك تحس إنك دايماً فقير حتى لو عندك كتير. لكن لما تبدأ تلاحظ اللي عديت منه، اللي اتعلمته، اللي عندك دلوقتي، نظرتك للحياة بتهدى حتى لو الظروف ما اتغيرتش. الامتنان مش ضعف، الامتنان قوة داخلية. ثامناً، الماضي مش حكم نهائي. الماضي مش تعريفك، ومش مستقبلك، ومش نهايتك. هو تجربة وخلاص. التمسك بالماضي بيحبسك ويشوش قراراتك ويخليك تعيش على الندم. تعلم تشوف الماضي كدرس مش كسجن. الخلاصة: الحياة بتتغير لما نظرتك تتغير. مش كل حاجة هتحصل زي ما انت عايز، بس دايما عندك اختيار: ازاي تفهم اللي حصل وازاي تكمل بعده. نظرتك للحياة هي اللي بتحدد هتعيش ضحية ولا إنسان واعي بيتعلم وبيكمل. النهاية: خطوة بسيطة ممكن تغير كتير. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، اعرف إنك مش لوحدك، وافتكر إن التغيير الحقيقي بيبدأ من الفهم. اشترك في القناة علشان يوصلك محتوى يساعدك تفهم نفسك وتهدى وتشوف حياتك بشكل أوضح. ولو حابب، اكتب في التعليقات أكتر فكرة أثرت فيك وليه.